السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية، وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو جديد، روتين جديد، كله طاقة وهمة ونشاط. خلونا نكسب الصلاة على النبي ببداية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. حبيت أشارك معكم روتين اليوم تنظيف البيت. صار لي هيم البيت كم يوم، بكتير كم يوم، لأنه كان الأجواء مطر وهيك بحس هيك الجو كئيب. أحس إنه ما بتهنى بالتنظيف. سبحان الله، بهذا اليوم شفت إنه طالع الشمس، قلت لأ خليني أستغل الوضع. عن جد قلت ما بدي أروح هذا النهار هيك على الفاضي، خليني أقوم أنظف البيت تنظيفة عميقة بشكل أشمس إيش في عندي بالبيت، أحطهم برا على الشمس هيك منه بتهووا منه بتشمسوا. بس قلت إنه قبل ما أشرب قهوتي بدي أعملكن جولة على هالزرعات وأطمن عليهم، بما إنه صار لهم كم يوم ما شفتن بسبب المطر. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يبعث الخير. يعني وقت المطر ما بحسن بطلع. أي والله، إلى هيك قلت بدي أطلع أطمن عليهم وأشوفهم. صبايا أنا زرعت فريز بس ما نجح عندي غير هاد العرق، يعني بس هيك هذا طلع. إيه، شو السبب؟ هيك تكتبولي بالتعليقات، يعني ليش ما نجح عندي، ليش ما طلع هلا الفريز، إنه شتا إنه خضار الفريز يعني ما طلع، ما شفته غير هالعرق، يعني قلت لكم إياه. إيه، وعندي ما شاء الله النعناع كترون، وبندورة لهلا فيها زهور، يعني لهلا ما طلع بندورة. إيه مد يعني بيطلع، صار لها مدة والله، بس يعني لهلا في ورود على الخضار، عرفتوا علي؟ ورد أبيض وورد أصفر هلأ في موجود، بس لسه ما شفت بندورة، يعني ما شفت الثمار. إن شاء الله خير يا رب. ومثل ما شفتوا هيك، اللهم صل على سيدنا محمد، هدول زرعاتي. قلت لكم أنا زرعة، يعني زرعات شي بسيط، يعني ما إنه كتير ويعني زيادة وهيك، إنه تجربة، أول مرة بجرب هيك. عرفتوا علي صبايا؟ بس ما شاء الله النعناع كتير عم بينجح. صار كم مرة يعني قطفت منه بيرجع بيطلع، بقطف منه بيرجع بيطلع. اللهم صل على النبي. وهون عندي هاي الشجرة إيش هي ما بعرف، عم بيطلع على مثل يعني مانجا، هيك مانجا، لأ مانجا مطولة بقى، ما بعرف إيش هدول، يعني ما بعرف، ما بنعرف لسه صغار يعني. عم بورجيكم هون الأرض كلها بدها تعشيب، كلها بدها يعني عم نستنى صاحب البيت على اليوم وبكرة واليوم وبكرة، ونشوف اليوم وبكرة إن شاء الله خير يا رب. يعني بس بالأخير إن شاء الله رح يجي ويجيب لنا الماكينة تبعت الحرث، هيك العشب إن شاء الله. إيه، هيك حبيت أعمل لكم جولة بسيطة بالحديقة من بعد الجو الممطر اللي كان مطر، ضلينا 4 5 أيام وأكتر، يمكن أسبوع، يمكن شي مطر شي غيم، هيك السما حابسة، يعني بس غيم ما في مطر أو مطر، يعني عرفتوا علي هيك. بقى جو الفيديو غيم، أنا بحس هذا الجو كئيب، ما بحب إنه أطالع فيه شغل وهيك، بحس كئيب بكتئب، ما بعرف ليش، سبحان الله. بس وقت اللي بنزل مطر كمان ما بحب أشتغل زيادة، ما باخد راحتي. يعني ممكن هيك لما بكون طالعة الشمس وبتفتحي باب الحديقة وبتهوي البيت وبتشمسي، يعني أنا لو مطر بشمس البيت بهوي البيت وبفتح، ما بحب أضل مسكرة. أنا من نوع ما بتحب الخنيق، بتحب هيك تفتح الشبابيك، البيوت تهوي البيت دائما، تحب هيك البيت منور غير شكل. هذا نوعي. بعد ما خلصنا هالجولة بسيطة بالحديقة، هون عملت فنجانين قهوة ورح نشربها. اي والله قلت هون على السريع رح نشرب القهوة ونقوم على شغلنا، كتير عنا شغل عن جد. يعني خلص قلت حاضر، بدنا لازم يعني نقوم على البيت ننظف نرتب، ما خليت شي والله صراحة يا صبايا. الصالون طبعا عرفتوا علي اني اللهم صل على النبي، عندي الصالون بده شغل كتير تنظيف، بده كتير تنظيف. اي والله، يعني ما بخلص بسرعة، عرفتوا علي صبايا؟ يعني بياخد معي مثلا ساعتين 3 بين تنظيف الكنبايات، بين تنظيف الأراضي، لأني أول شي تكنيس وبعدين مسح، يعني هيك. اي والله، وهون ما بصير بلا القهوة، يعني أنا إذا ما أشرب قهوة ما بحسب بعمل شي. هون أول شي قلت بدي أغسل، الله يعزكم، الأبواط كلياتها بدهم غسلة بالغسالة.
أي والله يعني ما تفكروا إنه والله بتتعب الغسالة أو شي، لأ بسم الله حولها يعني بتتحمل البركة، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بنغسل فيها البواط الخفافات هيك يعني، عرفتوا علي؟ اي والله وقلت بغسلهم كلياتهم. كان عندي وجبتين، أول وجبة بيض لونن البواط يشفات، وتاني وجبة لونان يعني غامق. اي والله يعني ما بكتر لهم كتير، يعني بحطن شي نص ساعة بس، أكتر من هيك لأ. بحطلن دواء غسيل وبحطلن معطر وبقلن روحهم، نص ساعة بيطلعوا عبود وضوء. هلا بتشوفهم بالفيديو. بس فضلا وليس أمر تشتركوا بالقناة وتشيروا الفيديو وتحطولي لايك وتتابعوا الفيديو كامل. شكرا لكم كتير كتير. أهلا وسهلا بكل الصبايا الجدد، نيت السلامة نورتوا قناتي، وأهلا وسهلا بالصبايا اللي معي من قبل. يلا معي على التنظيف، خلونا نكون إيد بإيد. وطبعا طول ما عم بنضف بندردش شوي إن شاء الله. مثل هون شفتوا أول شي حطيت جاف، وحطيت شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد شوية معطر، وحطيت مي سخنة نار. قلت بدي أنظف الكنبايات لأن ولادي صارلن كم يوم عالطول والعصافير بيلعبوا معهم، بما إنه ما كان في شمس. إيه الولاد ما بيحسوا بيطلعوا برا بجو المطر وهيك، يعني محبوسين بالبيت. إيه المهم وصاروا يلعبوا بالعصافير، يعني طالعوا هون ويطيروا من هون لهون، يعني طلعوا فيهم كتير، عرفتوا؟ ايه لهيك قلت لأ حاجتن هدول الكراسي نوعن انه دائما لازم افضل ايدي فيهم دائما، عرفتوا علي صبايا؟ ايه وقلت يلا بعملن تنظيفي هيك ايه غير شكل بتشهي القلب عشان يطلعوا عبضوه، منا انه بينضفوا بدنا بيعطوا ريحة طيبة. ايه والله كان طبعا بنتي الله يرضى عليها كمان عم تساعدني، بس هي بالمطبخ، عرفتوا علي صبايا؟ بقى نفطرنا وهيك في جليات في شغلات، يعني هي عم بتشيلها على ايدها. انا قلت لكم قبل هيك قلت لكم انه ما جلي كله بنحط الجلي، احيانا جلي الفطور اذا قليل، يعني صحون شفتوا الفطور صحون كاسات الشاي براد الشاي هذا كله على الايد بنشيل ما بنحطه بالجلي. بس وقت تكون عندي طبخة بطلع شفتوا فحون وبطلع اللهم صل على سيدنا محمد، بطلع كاسات بطلع 100 قصة. ايه وقت العشاء الغدا، يعني هو الغدا هو العشاء، بيطلع كمان جاني كاسات وصحون، كل واحد له صحن، كل واحد له معلقة، وكل واحد كاسة وهيك وهالقصص يعني. ايه هذا كله بنجلي يعني. ايه والله بنجلي طبعا. بس انه جري الفطور وهيك شغلات مثلا فناجين قهوة جري فطور، هذا كله على الايد يعني على النجلة بنجري يعني شيء. بس ما تبقى يعني عشاء وغدا وطبخة وهيك هذا كله بنحطه بالجلاية بنجلي. ايه وهلا هيك يعني مثل ما شفتوا أنا هون بالصالون حاطة 3 كراسي، إذا أجانا حدا ميت السلامة يعني ما بيسعني هاي الكنبايات ما بكفوا، عرفتوا علي؟ إيه بقول إنه بحطهم يعني أحسن عشان ما نجيبه إنه قدام الضيوف خلص محلهم زيبت وكتير حلو. أيوة والله يا صبايا هيك ونوعهم كتير حلو، شاموا مخمل هيك يعني يمكن ما أظن، يا شاموا يا مخمل وجه الكراسي يعني، عرفتوا علي؟ اي والله هيك يا صبي، يعني لما بنطفن بيطلعوا عبود وضوي مثل هيك النفاجة مثل ما بقول، مثل الياسمين بيض هيك عبود وعبالكم. اي والله الحمد لله رب العالمين. ايه بقى هون قلنا انا وبنتي ايد بايد بنخلص شغل البيت. طبعا انا ما بطالع شغل النوم، كنت اولي فرد يوم اطالع مثلا طبخة الحوسة تنظيف هيك شغلات، عرفتوا؟ هلا لا يعني خلص صرت اقسم شغلي على ايام، مثلا يوم طبخة إذا كان عندي يوم طبخة ما بطالع يوم تنظيف، يعني بيوم الطبخة ما بطالع مع الطبخة تنظيف، يوم التنظيف ما بطالع طبخة. مثلا هذا اليوم أنا خصصته لتنظيف الصالون، هذا بس تنظيف صالون الكبير، عندي تنظيف صالون صغير لحال كمان بده هداك شغل ما شاء الله، عندي تنظيف المطبخ لحال، تنظيف غرف النوم لحال، كله لحال. بس يعني الله يعزكم الحمامات كل يوم بدها تنظيف، كل يوم ايدي فيها، كل يوم كل يوم كلور معطر دواء غسيل مي، كلور معطر ودواء غسيل، ما بصير بلاهم هدول دائما ايدي بتكون فيهم. الله يعزكم الحمامات. اي والله هيك ايش نساوي، الحمد لله رب العالمين. اي والله هيك يا صبايا، انتو طمنوني عنكم شلونكم، شلون صحتكم، ان شاء الله بخير. شلون الاجواء عندكم، برد شلون عم نسمع انه بسوريا عندك موجة شوب، بس هلا اكيد يعني تغير شوي عليهم الجو احسن، الله يفرج عن الجميع، ييسر امور الجميع، يفرج عن الجميع، يختار لنا الخير الجميع.
يفرج علينا وعليكم وعلى كل بلاد المسلمين. يا رب يفرج على إخواتنا بفلسطين، يا رب الله يفرج همهم، ويا رب أطعمهم، يا رب اسقيهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. دائما صبايا خلونا ندعي لهم دائما وأبدا. أنا بعرف ما بتقصروا، بس يعني ما في شيء إذا ذكرنا بعد، عرفتوا علي صبايا؟ إيه والله الله هيك يا رب يحن عليهم يا رب، يا رب يا كريم. هلا هون صبايا عندي بعد ما نظفت الكراسي، هون عندي تنظيف الكنبايات بشيلهم هيك وبنضفهم، قلت هالمرة بدي أحطهم على الشمس برا حتى يتشمسوا، يعني عرفتوا علي صبايا؟ هيك رايدة إنه يتشمس كل شي في البيت. يعني لو بإيدي أطلع الكنبايات على الشمس كنت ما بقصر، بس المشكلة يتقال البركة يعني اللهم صل على النبي ما بيسعوا باب الحديقة صغير، ما بيسعوا أطولهم يعني إنه لبرا على الحديقة. كنت شمستهم، بس بنفس الوقت كمان جلد، يعني الجلد بيقشر على الشمس، مع إني الشمس ما هي حامية. بس إنه بخاف يقشر من غير شي شوي، يعني كي هيك شلون بقولوا كيبيات ميحات، عرفتوا علي؟ يعني بطلي عليهم ميحات شوي وجه الكنبايات ولا ظهر ولا هيك سنداتهم يعني. قلت لا خلص بكتفي بالمسح والتعطير وخلصنا. والله كلهم هيك بمسحهم مي سخنة ومعطر والجاف. اللهم صل على سيدنا محمد، ومي سخنة ومعطر يطلعوا عبدوا ضو مثل ما نكون شايفين. بس شوي الكاميرا هم الإضاءة هيك صايرة قبالي شوي، الكاميرا مغبشة، عرفتوا علي؟ والله يا صبايا هيك الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. كتبولي بالتعليقات طمنوني عم تحبوا فيديوهاتي ما بتحبوهم، ايش بتحبوا اغير في فيديوهاتي، ايش بتريدوا، كتبولي بالتعليقات ما فيها شي. انتو متابعيني صرتوا غاليين، انتو عائلتي التانية، يعني بتمنى هيك تكتبولي تعليقات حلوة، كتروا تعليقات. كل ما كانت التعليقات كتيرة كل ما الفيديو بتفاعل أكتر، عرفتوا علي؟ اليوتيوب فعل لي الفيديو أكتر، هيك سمعت. حتى اللايكات كمان إذا كترتوا لايكات كمان الفيديو بيرتفع. والله يا صبايا الله يجبر بخاطركم لا تنسوني. شكرا لكم كتير 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 كتير، وبإذن الله مع صديقاتي الغاليات ما رح أقصر بإذن الله تعالى. والله هون مثل ما شفتوا خلصت أول كنباية الكبيرة وسويت كنبايات الصغار، بس ما صورتن لأني إذا بدي أصورن كمان بدي أطول الفيديو ليصير أطول من هيك، يمكن فوق الساعة، عرفتوا علي؟ لأني نظفتن يعني إنه تنظيف عميق هيك كلياتن. والله يعني هيك الزاويات اللي عملت الصغار كمان نظفتن، قلت ما بدي أعيب شي. هلا هون جينا على الشباب. هون أنا بنظف واجهة البلور من جوا، وبنتي بتطلع بتساعدني من برا، يعني بنخلص هيك بسرعة، عرفتوا علي صبايا؟ يعني هي بتنظف الواجهة من برا وأنا من جوا بالبيت. والله هيك بصير عم بيلمع لما طبعا ببخله ملمع الزجاج وبنمسح. هلا أنا لو بحسن أليف وقت مي كنت ما استنيت المسح، أنا روح قلبي أليف وقت مي وأنظف بالمي، المي بتنظف غير أكتر، بحس التمسيح عادي، بس المي بتنظف الزوايا هيك الصغيرة، عرفتوا علي؟ بس هون ما بحسن أكت مي ولا أليف، بليف وبمسح بس إنه أكت مي مو مسمح، ما بحسن بسبب الأراضي، لأني البيوت يعني من دف، عرفتوا علي؟ مو من حجر أو قرميد تحسني تكتي مي وتليفي وهيك. هون يعني محرومة إنه أليف وقت مي هيك، أرشرش ميات وتطلع روايح طيبة. سبحان الله الحمد لله على كل حال. بعد ما مسحت الشبابيك مثل ما شفتوا البلور، هون قلت بدي أكنس ورا الكنباية الكبيرة. طبعا كلنا وراهم كنست، بس مثل ما قلت لكم ما صورت كتير لأن الفيديو دي يصير كتير طويل مشان ما تملوا، يعني هيك مقتطفات، عرفتوا علي؟ من تنظيفاتي اللي أنا كل شي نظفت مثل ما قلت لكم. والله قلت هون بكنس الأرض ورا الديوانة الكبيرة، الكنباية الكبيرة، نحن بنقولنا شي كنباية كبيرة، شي بنقولها ديوانة، هيك يعني. كتبولي بالتعليقات صبايا مين مثلي إذا شافت الجو حلو والشمس طالعة بتقوم بتحوس وبتنظف، بطلع هيك إبداع، يعني الإبداع بطلع عن جد. ما له علاقة لو في مطر لو غيم، بنقوم ننظف ومنحوس وكل شي، بس سبحان الله خلص لو الدنيا نظيفة
بدي أقوم أكنس مثلا بالمنسة، بدي أمسح الغبرة، بدي هيك يعني هيك ما بعرف، بطالع كل الطاقة يلي عندي، ما بعرف ليش سبحان الله. كتبولي انتو بالتعليقات انتو هيك مكسي ولا عادي؟ أنا لا بالعكس، لسه أنا بريد أطالع البيت كله أحطه على الشمس. والله يا صبايا هيك يعني لو فيني أحط الحرامات المخدات كلهم على الشمس ما بقول لأ. عرفتوا علي؟ بس ما بحسن لأني ما بحسن أحط حبيل. ليش صبايا ما بحسن أحط حبيل تبعات غسيل؟ لأني السيوج عندي ما يحيلي. عرفتوا علي؟ أي والله مشان هيك يعني، لهيك يعني ما بحسن إنه أنشأ هيك أعمل حبيل وأنشر عليهم غسيل وأهوي عليهم حرامات وهيك شغلات. إيه ما بحسن هيك يعني مشان قصة السيج اللي عنا دور مدارات الحديقة. إيه كتير يعني صغير إنه قصير. عرف عرفتوا علي؟ هي مواعيدي يعني لفوق. إيه والله الحمد لله رب العالمين، يلا مو مشكلة معلش كله خير. هون بعد ما كنست البيت برمين الكهرباء طبعا كل شقفة بشقفتها بكنس وبمسح وبرجع محل الكنبة. مثلا هي الكنبة كنس تحتها وهلا بمسح برجع. يعني ما بحسن أقربهم كلهم على بعضهم، تكون يعني كل كنبة إيه دي مكانه. أي والله ما في إنه أقربهم كلياتهم. عن جد كل ما بقوم بنظف البيت يعني هيك تنظيفي عميقة غير شكل، بتذكر أيامنا بسوريا عن جد سوايا. شلون هيك كنا نحوس نكت مي ونرشرش ميات على الحيط ونطالع كل شي لبرا من الغرفة، يعني ما يكون علينا صعب شي، كل شي كان يكون هوين. عن جد يعني مع اني بكون الغرف عنا اول بسوريا مثلا في غرفة نوم، في غرفة قعدة، في غرفة الضيوف، هدول كلهم يعني كل غرفة طالعة مثلا زحن زح نشيل الحظ. غير سبحان الله بحس ما بعرف، بجوز لأني كنا إنه بيوتنا كانت أكبر، بيوتنا كانت منحسن نشيل الغرض من مكان لمكان تاني أو شي هيك سبحان الله. هلا هون بشوف كل غرض جاي مكانه، يعني خلص ما بتحسي تبدلي. يعني سبحان الله تقول مفصلين البيت على كيفنا. سبحان الله صوايا عن جد يعني أنا بريد إنه أغير أبدل أنا، لأني لما بغير إنه مكان الديوانات مكان الطاولة مثلا أي شي في البيت بصير عندي راحة نفسية. عن جد نفسيتي بتتغير عن جد. والله يا صبايا إذا بغير شي بالبيت يعني مثلا من مكان لمكان بحس براحة نفسية، ما بعرف ليش بتغير نفسيتي. بس هون ما بحسن سبحان الله كل مكان وإله شغلته. سبحان الله. ايه وهون يمكن ما شفتوا طالعت ايش اسمه هدول الوجه تبعات الديوانات. اي والله حطيتهم برا يتشمسوا، قلت لبين ما اخلص برجع بحطهم، لاني ما بحسن عايفون كتير برا على الشمس. ليش؟ اول شي هلا الشمس ما حامية كتير، بس اذا طولتهم برا على الشمس بيقشروا لاني جلد. سبحان الله انا نوع الجلد ما بحبه انه للديوانات، لاني هو بدي امسحه بمح كمان. عرفتوا علي؟ مع اني ما بمسحه بالكلوث، يعني انه معطر ومثلا دواء غسيل ومي وهيك برش وبمسح مثل ما شفتوا. ايه هيك يعني ما بعرف سبحان الله نوع ما بحب الجلد سبحان الله. انه الديوانات الكنبايات او الكراسي هيك انه جلد ما بحب سبحان الله. يلا الحمد لله رب العالمين. شفت شلون ميحين عتمحوا وبيطلع لونهم اللي تحت البرتقالي الاورنج هيك. ايه هيك ما بحبه أنا لهذا السبب. ايه هون مثل ما شفتوا بعد ما كنست تحت الكنباية الكبيرة هون عم بكنس حوالين الطاولة، حتى الطاولة ما بحسن أطالع على برا، يعني لأني من حجر، حجر الطاولة وجه حجر وإجريها دف تقيل. ايه ما بحسن لهيك ما بحسن أطالع شي يعني صبايا، لهيك محروم إنه أطالع الأوراق على غير مكان أحول أعمل ما بحسن. كله تقيل وكله ميكن وكله سبحان الله، وأنا روح قلبي شيل خفيف وشيل صغير وشيل ململم ونيام. بس هو سبحان الله حسب البيت، حسب غرفة القعدة، حسب يعني سبحان الله، حسب ما واحد يتيسر معه ويجيب انه كنباية. عرفتوا؟ سبحان الله صبايا هدول لقطة لقطة يعني سبحان الله. وقلنا جينا على البيت ايه رب العالمين يستر لنا اياهم واخدناهم بسعر بنور رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ايه والله الحمد لله على كل حال. هون بكنس الأراضي كلياتها يعني بضل يمكن نص ساعة مشغلتها المنكسة وعباية
من كسرت الكهرباء طبعا، إنه بضل نص ساعة يعني عم بكنس كل البيت. هلا هون صبايا هذا الدرج الزيق اللي كنسته هذا بيت لتحت لبيت حماية، يعني بيت حماية ساكنين بيسمنت، يعني أرض اللي هون بيقولوا له بيسمنت. إيه، ونحن طابق الأول والتاني، إنه يعني طابق الأول الصالونات وغرف النوم فوق يعني. أي والله، إن شاء الله راح أعملكن جولة بإذن الله تعالى، بس بدي تفاعلكن على هذا الفيديو لأني والله تعبت عليه، مع أني بهذا اليوم يعني هلأ اليوم امبارحة هذا التنظيف وكل شي، بس تاني يوم اليوم أنا عم بمنتج الفيديو. عرفتوا علي صبايا؟ يعني هلأ لما بدي أنزله أنا هلأ بهالوقت صار لي ساعة قاعدة عم بمنتج الفيديو، بس أنا مصورته قبل بيوم. عرفتوا علي صبايا؟ فالله يجبر بخاطركم، بتمنى تتفاعلوا على هذا الفيديو لأني والله كتير تعبت فيه. يعني لسه يعني لو أصور غلاقة الكنبايات وغلاقة الشغل كان الفيديو بضل ساعة، إنه منزلته ساعة. عرفتوا علي؟ بس قلت ما بدي أطول الفيديو كتير عشان ما تملوا، يعني واحد إلا ما يمل. مع إني الروتين أنا بحب الروتين، أتفرج على روتينات بتشجع أكتر، يعني ما بعرف، سبحان الله. هلأ هون عندي هذا المجمر. إيه هذا بالشتا بنشرب، هلأ صيف ما بنشرب. إيه بالشتا بس يصير هيك تلج وبرد كتير. إيه أحيانا نشرب ما دائما، ها فكرة يعني إنه هذا كمنظر، بس بيعطي دفى مثل العادة، بس إنه منظر هذا حديد مو إنه دف أو خشب. عرفتوا علي صبايا؟ هذا بس كمنظر حديد على شكل دف. إيه بس كتير بيعطي دفى كتير عن جد، إذا قويته مثل ما شفتوه هيك قويته أنا، بيعطي كتير دفى حلو. ايه عن جد تحسي حالك ما بعرف هيك، ما بعرف، تحطيه بس قدامك مثلا كاسة الشاي أو فنجان القهوة بتقعدي قدامه، يعني غير شكل هالمرمر. أي والله أجواء شتوية بامتياز. أي الحمد لله هون خلصت مكنة، شفتوا هون مسحت الطاولة، هاي الطاولة الله وكيلكم يمكن مرتين ثلاثة بمسحها باليوم، قد ما هيك. سبحان الله إذا حطيت عليها كاسة المي بتبقى، مع إني كاسة المي نظيفة يعني كاسة مي، أي إلا ما يصير هيك إنه بقى هيك تحت الكاسة تحت التقليل مي. عرفتوا؟ أي هذا لازم أمسحها باليوم مرتين. إيدي يعني فيا دائما إيدي فيا. أي وهون مثل ما شفتوا كملت مسح الأراضي كمان، بس صبايا بحط مي سخنة وبحط معبر اللي ورجيتكم إياه كتير ريحته طيبة، البيت بضل ريحته طيبة، فواحة كتير ريحته طيبة. ايه هيك وبضل بمسح الارض، وعلى فكره هاي الممسحه كتير حبيتها كتير، انا ما كنت استعملها بس لما جيت على كندا جبت منها كتير حبيتها، عن جد سهله. بس قبل ما تمسحوا فيها ضروري نكنس الارض، اهم شي، لان هي ما بتلم الوسخ، يعني هي بس تمسح عباره عن مسح. عرفتوا علي صبري؟ بس كتير حبيتها. انا بقى هي شايفتها من زمان يعني، بس انه انا بستخدمها اول مره هون بكندا. أيوة وهيك خلصت الحمد لله رب العالمين، وهيك رتبت آخر الترتيبات آخر اللمسات. بس هون اللمسة الأخيرة والدائما لازم أستعملها ولازم تحفظوها بعد كل تنظيف، برش رشك معطر، البيت بتصير ريحتها معطرة غير شكل. أيوة الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا صحتنا وعافيتنا يا صبايا. عن جد الإنسان بلا صحته وعافيته ما بيسوى شي. أساس الشي الصحة والعافية، لو ما الصحة والعافية كان الدنيا خربت والبيت خرب. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. وهون خلصوا انتو أكبر قدر، خلصوا الأبوات غسيل وصاروا عبدوا ضوي مثل ما شفتوا شو طلعوا بحالهم جدد رجعوا لسه، مو بس بحالهم. اي والله الحمد لله رب العالمين. سبحان الله أنا ما كنت لا أغسل أبوات ولا شي، بس هون الغسالات يعني فيكي إنه تغسلي فيهم الأبوات. عرفتوا علي صباي؟ ايه والله هيك الحمد لله رب العالمين، لاني اذا بدي اقعد واغسل على ايدي واضل ساعتين ثلاثة ما حينضفوا. الغسالة بتقلطن الابطال عن غير شكل، منظومين عن جد كتير نضفوا الحمد لله رب العالمين. لاني بدي هلا مو غسلتن وهيك بدهم هلا يوم يومين على الشمس، وبعدين بضبن للولاد للمدارس ان شاء الله، ما ضل شي للمدرسة يعني شهر. فتحوا عين غمضوا عين بيجي هذا الشهر الايام عم ترقد صبايا عن جد. لسه بدي كمان انزل اشتري لهم لوازم المدرسة، هلا هن ما بدهم كتير
يعني لا بدهم كتب ولا بدهم دفاتر، يعني في ولهيك ما بيلزموا، عرفتوا هن بالمدرسة بيعطوهم، لهيك يعني إنه بيلزمون شناتي نوترات لانشات، يعني نشوف إيش كل واحد إيش بده، وإن شاء الله خير، وإن شاء الله بإذن الله بشارك معكم بإذن رب العالمين طبعا. هلا هون بعد هالحوسة والتنظيف والرقد طول النهار قلت لأ بدنا كاسة عصير، وكان عندي جزر عيتي على مانو سكر، قلت حرام أحسن ما نكبه بنعصره، عصرته والله بنتي الله يرضى عليها طالعة العصارة، هاي أول مرة طبعا نعصر فيها، حبيت أشارك معكم فيها يعني. إيه وقلت نشرب لنا الواحد كاسة بيصير. إيه والله بعد هالتعب والرجد والجهد عن جد، يعني تعب لأني بيومها كان طالع الشمس والجو حلو، بس مين وعم نرقد ونشتغل ونتعب. إيه واحد جوب يعني بده كاسة عصير، كاسة ريزة، كاسة اللزازة، كاسة منعشة من العصير. هلا هون عصرنا وأنا قلبتن على التقلي وبضيفلن اللهم صل على سيدنا محمد. هلا هي سبحان الله بطيئة كتير الماكينة، مدري لأني الجزر ماله مي بيجي ما بعرف، الله أعلم، لأني أول مرة بجربها. أنا قلت من الجزر، عرفتوا علي صبايا إنه ما فيه مي كتير، إنه قليل، إنه ناشف، ما بعرف الله أعلم، أو بجوز إنه من قشره كمان، القشر تبعه، عرفتوا علي؟ ما بعرف. وهيك عصرنا تقليين، طبعا ضفتلن عصير برتقال كتير بيطلع معه طيب كتير، وكم معلقة سكر مشان يعني يصير له شوي حلاوة، هيك شوي يصير حلو، ها مو كتير. اي والله الحمد لله رب العالمين، كمان بنتي خلصت المطبخ ما ضل شي، الحمد لله رب العالمين، الله يلبسنا العافية من أم صبايا عندك. الحمد لله رب العالمين. هلا بنتي هيك صار ايمان صار لهم شهر انه معطلين، والله هذا الشهر صار لهم شهرين، بكره بتنزل على المدرسة بصير الشغل كله علي، يعني خلص ما بعتمد على بنتي يعني، الله يوفقهم ويرضى عليهم، إلهي ربي هيك يعطيهم الصحة والعافية والقوة يا رب، يحملنا إياهم جميعا يا رب، خليهم يلتهوا لدراستهم، يعني خلص ما بقى إلا لبنتي تعي ساعديني تعملي هيك شيء أساوي هيك، لا هلا أكتر شغلات بقى إلا لبنتي مساعدة يعني أنا وياها، بس بكرة وقت المدرسة والجد لا خلص يعني خليها ملتهية بدراستها، لأن صبايا أول السنة ولادي نزلوا ما نزلوا على وقت المدرسة، يعني بعد 3 4 شهور، عرفتوا؟ نحن جينا بعد 3 4 شهور لنزلوا، مو 3 4 شهور، نزلوا شهر التاني ولادي، نزلوا شهر التاني، لازم قبل شهر التاني نازلين، لازم شهر التاسع، عرفتوا علي صبايا؟ إيه نحن جينا شهر ال11، لبين ما سجلنا ورقنا وشغلات وعملات كتير قصص، وشفتوا مواعيد دكاترة وهيك قصص ومقابلات كتير، إيه لحسنا دخلوا لشهر التاني، شهر التاني ولادي نزلوا على المدرسة، إيه هن لازم يبدون دراستهم من شهر التاسع، بس مثل ما قلت لكم يعني كان عنا ورقاء تسجيلات ومواعيد ومية قصة وقصة وقصة، الله وكيلكم. اي والله الحمد لله رب العالمين، الله يوفقهم ويحميهم، هالسنة ان شاء الله من بدايتها رح يبلشوا بإذن الله تعالى، الله يوفقهم ويحن عليهم يا رب، لا يضيع لهم تعب يا رب، هيك يكبروا ونفتخر فيهم ويطلعوا مثل ما بدنا وأكتر إن شاء الله يا رب، الله يحقق لنا أحلامنا بولادنا، نحن ما حققنا أحلامنا ودرسنا وهيك، بقول الله هيك يحقق لي أحلامي بولادي، إن شاء الله أولادي بدرسوا بتفوقوا بيطلعوا ويف سبحان الله إن شاء الله. هلا هون يمكن شفتوا حطيت عصير برتقال فوق العصير الجزر مشان يعطي طعمي أطيب، كان معلقة سكر ما كترت، وهيك بكون عملنا أطيب تقني عصير الجزر مع البرتقال، شي ناهي شي طيب، عن جد إذا عندك جزر مثلا عيطي شوي على مرار أو ماله حلو، ما تكبيه عصريه وحطي له سكر وحطي له عصير برتقال بصير كتير كتير طيب. ايه والله هون بعد ما خلصنا شفتوا قلت لكم بنتي عصرت العصير وجبنا نشرب ونبل ريقنا، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، يا رب يفرج علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهون صبايا بتمنى يعجبكن الفيديو ويكون خفيف ولطيف، وإن شاء الله يا رب هيك انتظروني في فيديوهات جديدة وجولة بالبيت أهم شي، إن شاء الله رح أعملكن جولة جديدة بالبيت بإذن الله تعالى.
لهون خلص الفيديو أحبابي، الله هيك يجبر بخاطركم، لا تنسوني من الدعم، وشكرا لكم كتير كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.